أهلا بكم معنا مرة أخرى. اليوم سنغوص في أعماق تصريحات المدرب الوطني وليد الركراكي، تحديدا الندوة الصحفية اللي عقدها بعد الفوز الكبير جدا على النيجر ب5 أهداف ل0. المصدر طبعا هو التسجيل الرسمي للندوة، وهدفنا هنا أن نفهم أفكار المدرب، كيف يرى أداء الفريق، خطته للمستقبل، وبالأخص كيف يستعد هو واللاعبون لتحدي كأس الأمم الأفريقية هنا في المغرب. في كلام كثير اتقال وفي تفاصيل بصراحة تستحق نتوقف عندها ونحللها. طيب خلينا نبدأ بالنتيجة نفسها. 5-0 نتيجة كبيرة أكيد. المدرب قال إنها مباراة تاريخية لأنها الأولى في ملعب مولاي عبد الله بحلته الجديدة، يمكن في إطار التحضيرات النهائية دي. هو بدأ كلامه بشكر الجمهور واللاعبين، وقال نقطة مهمة، إن الفريق دخل المباراة بقوة من البداية وخلق فرصا مبكرة. إزاي شفت تركيزه على البداية القوية دي؟ صحيح. هو المدرب ركز جدا على الجانب التكتيكي في البداية دي. قال بوضوح إن الهدف كان رفع الإيقاع، يعني رتم اللعب بشكل كبير من أول دقيقة. واتكلم عن تطبيق الضغط العالي اللي هو الأسلوب المعروف بمضايقة الخصم في مناطقه. وحسب كلامه الضغط ده هو اللي أجبر لاعبي النيجر على ارتكاب أخطاء، بل وذكر إن العنف اللي استخدموه لمواجهة الضغط ده خلاهم ياخدوا كروت صفرة بدري، وده سهل المباراة أكتر. يعني دي فلسفته المعروفة، فرض إيقاع سريع ومكثف. فهمت. لكن يمكن النقطة الأكثر أهمية اللي أشار ليها المدرب كانت التحدي الذهني بعد طرد لاعب النيجر. شرح إزاي الفرق اللي بتلعب بعدد أكبر أحياناً يعني بشكل لا إرادي كده بتميل للاسترخاء، وده ممكن يعقد الأمور. لكنه أشاد باللعيبة جداً لأنهم حافظوا على التركيز والجدية وفضلوا يدوروا على أهداف تانية، وهو ده اللي خلاهم يسجلوا تاني ويحققوا النتيجة التاريخية دي في أول ماتش بالملعب الجديد. ده بيبين نضج ذهني معين في المجموعة. وده يقودنا لنقطة تانية. الأداء القوي ده والنتيجة الكبيرة مش مجرد ماتش وخلاص، ده جه في سياق سلسلة انتصارات. المنتخب وصل ل 13 فوز متتالي، وده رقم قياسي أفريقي جديد. المدرب نفسه ذكر الرقم ده وقارنه بالرقم العالمي بتاع إسبانيا 15 فوز. هنا بقى الموضوع بيبقى شيق فعلا. هل ده مجرد رقم في الإحصائيات ولا ليه معنى أعمق للمدرب والفريق دلوقتي؟ أعتقد هو شايف فيه أكتر من مجرد إحصائية، ده دليل ملموس، يعني حاجة واقعية على الاستمرارية في المستوى العالي، ودي حاجة هو بيركز عليها كتير. وكمان بيعكس الروح المعنوية العالية للاعبين ورغبتهم في الفوز دايما. هو أشار للفرحة اللي بيحس بيها اللاعبون والجمهور، ويمكن كمان بيستخدم الرقم ده كحافز إضافي. المقارنة مع رقم إسبانيا العالمي بترفع سقف الطموحات، كأنه بيقول إن الفريق ده قادر ينافس الكبار مش بس في النتائج، لا حتى في الأرقام القياسية. هو بيبني ثقافة الفوز المستمر. تمام. وبالحديث عن الاستمرارية والتخطيط، المدرب كشف شوية عن استراتيجيته لإدارة الفريق الفترة الجاية، خصوصاً مع ماتش زامبيا الصعب اللي جاي. اتكلم صراحة عن فكرة إراحة بعض اللعيبة الأساسيين المرهقين، وذكر أشرف حكيمي بالاسم كمثال. إزاي نفهم التوجه ده؟ هل دي مجرد مداورة عادية ولا في قلق معين؟ هو وصفها بمغامرة محسوبة. المصطلح ده دقيق بصراحة. الموضوع أكبر من مجرد تدوير روتيني. ده بيعكس إن المدرب فاهم أهمية التوازن الدقيق بين هدفين: الأول إننا نكمل في تحقيق نتائج كويسة، والتاني إننا نحافظ على اللياقة البدنية والذهنية للاعبين الأساسيين قبل التحديات الأكبر، يعني الكان بالتحديد. إراحة لاعب زي حكيمي في ماتش مهم محتاج شجاعة وثقة كبيرة في البدائل. ده بيوضح تخطيط طويل الأمد ورؤية أبعد من مجرد الماتش الجاي، مع وعي بالمخاطر طبعاً. واللي بيأكد فكرة الرؤية الشاملة دي هو قراره إنه ياخد كل اللاعبين، حتى اللي مش هيلعبوا أساسي أو حتى بديل، في رحلة زامبيا. وتبريره كان لافت: إحنا عيلة واحدة. شدد على إن وجود الكل مع بعض مهم للدعم المجموعة وتقوية الروح الجماعية. دي مش مجرد لفتة رمزية، لأ، دي جزء من استراتيجيته لبناء فريق متماسك، كل واحد حاسس إنه مهم وله دور حتى لو بره الملعب. الجانب المعنوي ده محوري في فلسفته. والمدرب متكلمش بس عن المجموعة ككل، لا، ده اتكلم عن أداء لاعبين معينين، وده بيدينا فكرة عن تقييمه الفردي. يعني مثلا أشاد جدا بنايف أكرد، وصف أداؤه ضد النيجر بالكبير، خصوصا أنه كان بيمر في فترة صعبة شوية مع ناديه. الركراكي وضح أن قيمة أكرد مش بس في الدفاع المباشر، لا، في التوازن اللي بيدير الفريق والتنظيم اللي بيفرضه ورا.
الإشادة بإيكاردي مهمة. التركيز على دوره في التوازن والتنظيم بدل مجرد التدخلات الدفاعية بيبين تقدير المدرب للأدوار التكتيكية الأعمق، وكمان الإشارة لصعوباته مع ناديو والإشادة بأدائه مع المنتخب بتحمل رسالة مزدوجة. أولاً ثقة المدرب في قدرات اللاعب بغض النظر عن وضع النادي، وثانياً يمكن إشارة لأن بيئة المنتخب بتساعد بعض اللعيبة يرجعوا لأفضل مستوياتهم. لاعب تاني اتذكر بشكل خاص هو الشاب إلياس أخوماش اللي سجل هدف في أول ظهور رسمي له. المدرب قدمه كنموذج للاعبين الشباب الواعدين اللي بيمثلوا المستقبل، لكن في المقابل وعلى طول أكد على وجود منافسة قوية وصحية جوه الفريق، وذكر أسماء تانية كتير: الكعبي، شادي رياض، بلال الخنوس، وناحي، ريتشاردسون، وحتى اللي راجعين من إصابة زي مزراوي وعزوزي. إيه الرسالة هنا؟ نموذج أخوماش. لكن من ناحية تانية بيأكد إن المكان في المنتخب مش مضمون ولازم يتكسب بالأداء والمنافسة. ذكر القائمة الطويلة دي من الأسماء هو استعراض لعمق التشكيلة وجودة الخيارات المتاحة قدامه، وده بيخلق بيئة تنافسية إيجابية بتحفز الكل يقدم أحسن ما عنده، وفي نفس الوقت بيطمن الجمهور إن في بدائل جاهزة في كل مركز. وده ماشي مع كلامه. بالضبط، وده ماشي مع فلسفته اللي أشار ليها بخصوص دمج اللاعبين الجداد. قال بصراحة إنه مش سهل تدخل عدد كبير من الوجوه الجديدة مرة واحدة في تشكيلة المنتخب. هو عارف إن اللاعب لمنتخب الوطني ليه ضغوط ومتطلبات غير الأندية، عشان كده بيفضل يدخلهم بالتدريج ويديهم وقت كفاية يتأقلموا مع الأجواء، يفهموا طريقة اللعب ويستوعبوا حجم المسؤولية. ده نهج واقعي بيوازن بين التجديد والحفاظ على استقرار الفريق. نقطة تانية كررها المدرب كتير هي علاقته بالجمهور، وصفهم تاني بأحسن جمهور في العالم. دي بقت جملة مرتبطة بيه، لكن المرة دي ربط المديح ده بطلب محدد ومهم، خصوصا مع قرب الكان. طلب منهم يكملوا الدعم بنفس القوة من أول دقيقة لآخر دقيقة، حتى لو الماتش صعب والتسجيل اتأخر، يمكن للدقيقة 80 أو بعدها، كأنه بيجهز الجمهور نفسية لسيناريوهات صعبة ممكن تحصل في البطولة. فعلا الطلب ده بيعكس وعي المدرب العميق بأهمية العامل الجماهيري في بطولة هتتلعب في المغرب. هو مش بيطلب الدعم بس في لحظات الفوز السهل، لا، هو بيطلبه بالتحديد في اللحظات الصعبة، لحظات الشك أو تأخر الحسم. هو عارف إن صبر الجمهور ودعمه المتواصل ممكن يكون سلاح حاسم في الماتشات المقفولة. هو بيبني شراكة مع الجمهور، بيديهم الثناء والتقدير، وفي المقابل بيطلب منهم يقوموا بدورهم كداعم أول للفريق مهما كانت الظروف. بعيداً عن الفريق ككل، المدرب كشف عن طموح شخصي لافت تجاه واحد من أبرز لاعبيه، أشرف حكيمي. قال إنه بيحلم ويتمنى إن حكيمي يفوز يوم بالكرة الذهبية، سواء الأفريقية أو حتى العالمية، لأن حكيمي يستاهلها. وبعدين أشاد بروح القائد عند حكيمي، وكشف إنه لعب ماتش النيجر وهو مصاب، وإنه أصر يسافر مع الفريق لزامبيا رغم إنه عارف إنه غالباً مش هيبدأ أساسي. إيه دلالة الكلام ده؟ التصريح ده عن حكيمي والكرة الذهبية لافت جدا بصراحة. إن مدرب وطني يعبر عن حلم بالحجم ده للاعب في فريقه، ده أكتر من مجرد مجاملة عادية. ده بيعكس إيمان كبير قوي بقدرات حكيمي ورغبة في دفعه عشان يحقق أقصى إمكانياته، وكمان دي رسالة تقدير قوية للاعب نفسه. أما كشف تفاصيل لعب حكيمي وهو مصاب وإصراره على السفر، فده بيخدم هدفين في رأيي. الأول إبراز الروح القتالية والالتزام العالي لنجم الفريق كقدوة لباقي اللاعبين، والتاني تعزيز الصورة للمدرب بيحاول يرسخها عن الفريق كعيلة متحدة ومضحية. اللعيبة بيحطوا مصلحة المجموعة فوق أي اعتبار شخصي حتى لو كان نجم عالمي. وكل الكلام ده، الأداء القوي، الأرقام القياسية، بيودينا للنقطة المحورية: كأس الأمم الأفريقية الجاية في المغرب. الضغط هيكون كبير جدا، اللقب غايب من 76 والتوقعات الجماهيرية عالية قوي، وده بيطرح سؤال مهم: إزاي الركراكي حسب كلامه بيتعامل مع الإرث التقيل ده وحجم الضغط المهول ده؟ الركراكي واجه السؤال ده بشكل مباشر وصريح جدا في الندوة. ما حاولش يقلل من حجم الضغط، لا، اعترف بيه وقال إنه بيتحمله، واستخدم عبارة مهمة لما وصف المهمة دي بإنها نعمة ومسؤولية في نفس الوقت. ده بيبين إنه فاهم تقلها لكنه كمان شايفها فرصة تاريخية. والأهم من كده الطريقة اللي تعامل بيها مع توزيع المسؤولية، كان واضح جدا في إنه هيتحمل المسؤولية الشخصية كاملة لو حصل فشل لا قدر الله. الجملة قوية. جملته كانت قوية ومباشرة: إذا ربحنا اللاعبين هما الذي غد يربحوا، وإذا خسرنا الركراكي هو اللي خسر.
التصريح ده مش كلام عابر، لا ده تكتيك قيادي مدروس. لما بيحط نفسه في الواجهة عشان يتحمل اللوم المحتمل، هو بيخفف الحمل عن اللاعبين وبيخليهم يلعبوا بأريحية أكبر وتركيز أقل على العواقب السلبية. هو بيمتص الضغط بنفسه عشان يحرر فريقه إبداعياً وذهنياً. دي شجاعة تحسب له كمدرب صراحة. وأكد كمان بشكل واضح طموحه الكبير للفوز بالكان، مش بس طموح شخصي، لا، ربطه بأهداف أكبر: الفوز عشان الفريق، عشان الجمهور، عشان رئيس الجامعة، وعشان جلالة الملك. وربط الهدف ده بتغيير أعمق في عقلية الكرة المغربية كلها. قال إن المغرب دلوقتي بقى يبغي ديما يربح. إذن إيه معنى كل ده؟ كأنه بيتكلم عن تحول ثقافي في الكرة المغربية، أكبر من مجرد نتيجة ماتش أو بطولة. بالظبط، هو بيربط الطموح الحالي بالفوز بالكان بتحول أشمل في عقلية الكرة المغربية. الهدف ما بقاش بس المشاركة المشرفة أو الوصول لأدوار متقدمة، لأ، الفوز بقى هو المطلب والطموح الطبيعي. وده بيعكس الثقة اللي بتزيد في قدرات الكرة المغربية، سواء لاعبين، قطر، أو حتى إدارة. وعشان الطموح الكبير ده يتحقق زي ما المدرب أشار ضمنياً، ده محتاج ثقة هائلة بالنفس عند اللاعبين والجهاز الفني، وإيمان قوي بالقدرة على التغلب على كل الصعوبات. وفي سياق بناء الفريق القادر على تحقيق الطموح ده، المدرب اتكلم عن عملية الاختيار للمستقبل. أكد أن القائمة النهائية للكان لسه ما تحددتش، وأن في قاعدة بيانات واسعة فيها حوالي 100 لاعب تحت المراقبة. لكنه حط شرط صارم عشان الانضمام للمنتخب، وهو الاستمرارية. قال بوضوح إن مش كفاية لاعب يلعب 3 أو 4 ماتشات كويسة عشان يتم استدعائه. إيه اللي نفهمه من التشدد ده في معايير الاختيار؟ التأكيد القوي ده على الاستمرارية كشرط أساسي دي رسالة مهمة جدا. هو بيرفع سقف المتطلبات عشان تنضم للمنتخب. الموضوع ما بقاش مجرد لمحات تألق، لا، بقى الأداء الثابت والمستمر على مستوى عالي. ده بيعكس رغبة في بناء فريق قوي ومستقر، مش مجرد تجميع للاعبين المتألقين لحظياً. وذكر رقم 100 لاعب في قاعدة البيانات بيوضح حجم الشغل اللي بيتعمل في متابعة المواهب المغربية في كل مكان. لكن معيار الاستمرارية هو الفلتر الحاسم. ده بيدل على جدية المشروع والرغبة في عدم ترك أي حاجة للصدفة في بناء فريق قادر ينافس على أعلى المستويات. ومن النقط اللافتة كمان في كلامه إنه ربط بين الطموحات الكروية والتطور العام في البلد. أشار لمشاريع البنية التحتية الرياضية زي تجديد ملعب طنجة ومشروع ملعب الدار البيضاء المستقبلي 2.0، واعتبر أن التطور ده في البنية التحتية دليل على أنه العقلية بالذات في المغرب، وأن في إرادة لمعالجة النواقص اللي كانت موجودة ودعم الرياضة بجدية. ربط ده مهم لأنه بيحط طموحات الكورة في سياق أوسع للتنمية والتطور في المغرب. المدرب شايف إن النجاح الكروي مش بيجي من فراغ، لا، هو نتاج منظومة متكاملة: مواهب، تدريب، إدارة، وكمان بنية تحتية مناسبة. الإشارة للمشاريع الكبيرة دي هي طريقة عشان يقول إن الطموحات الكروية العالية دي وراها إرادة سياسية وجهود ملموسة على الأرض لتحسين الظروف وتوفير الإمكانيات. ده بيعزز الإحساس بأن المغرب داخل على مرحلة جديدة، مش بس في الكورة، لا، في الرياضة بشكل عام. وفي الآخر خالص رسالة المدرب كانت واضحة وموجهة للجميع: دعا للوحدة والتكاتف، ويستخدم تعبير يد واحدة عشان نحقق الهدف الأكبر، وهو إسعاد الشعب المغربي في كأس الأمم الأفريقية. وأكد التزام الفريق بتقديم أقصى ما عندهم لتحقيق الحلم ده. الدعوة للوحدة دي هي خلاصة رؤيته للمرحلة دي. هو عارف إن الفوز بلقب قاري زي الكان، خصوصاً على أرضك، محتاج تضافر جهود الكل: لاعبين، جهاز فني، جامعة، جمهور، إعلام. دي رسالة تعبئة وطنية ورا المنتخب، وتأكيد على حجم المسؤولية اللي على عاتق الفريق عشان يمثلوا طموحات أمة كاملة. إذن لو حبينا نلخص أهم اللي اتقال في التصريحات دي، نقدر نقول إننا قدام مدرب عنده رؤية واضحة: تركيز على بناء فريق قوي ذهنياً وتكتيكياً، إدارة ذكية للمجموعة بتوازن بين الحاضر والمستقبل، علاقة قوية وتفاعلية مع الجمهور، طموحات عالية جداً للفريق ككل والبعض نجومه بشكل خاص، استعداد لتحمل المسؤولية والضغوط، وإيمان بأن النجاح الكروي مرتبط بتطور أشمل في عقلية البلد وبنياته التحتية. ويمكن الفكرة اللي تستحق إن نتأمل فيها أكتر، أبعد من مجرد التحضير للكان الجاية، هي اللي بتكشفها قاعدة بيانات 100 لاعب والتجديد المطلق ده على معيار الاستمرارية. الصرامة دي في الاختيار والحجم الكبير ده من المواهب اللي تحت المتابعة بيقولوا إيه عن سقف الطموح الحقيقي للكرة المغربية؟ هل الهدف بس هو التتويج الأفريقي المنتظر؟
ولا في رؤية لبناء قوة كروية قادرة تنافس باستمرار على الساحة العالمية وتؤكد المكانة اللي وصل لها المغرب في كأس العالم الأخيرة؟ وإزاي النهج الصارم ده في الاختيار بيعكس التطور اللي حاصل فعلا في منظومة الكرة المغربية كلها من التكوين للاحتراف؟ دي أسئلة بتفتح الباب لمستقبل ممكن يكون أكثر إشراقاً مما نتصور.